صدمة قوية تضرب شبيبة القبائل الآن. إقالة المدرب زيمباور رسميا بعد خسارة مخيبة داخل الديار. لكن هل المشكلة كانت في المدرب وفقط أم أن هناك أزمة داخل الفريق؟ والأخطر القرار جاء في توقيت صادم جدا. تابعوا معنا التفاصيل كاملة في هذا الفيديو. كما أسلفنا الذكر في جديد شبيبة القبائل اليوم، خبر عاجل يهز النادي القبائلي. إدارة شبيبة القبائل تقرر رسميا إنهاء مهام المدرب الألماني جوزيف زيمباور. قرار جاء مباشرة بعد الهزيمة أمام شبيبة الثورة بنتيجة هدف دون رد، هزيمة فجرت كل شيء داخل الفريق. الكلام بالأرقام يكشف الحقائق. زيمباور هذا الموسم حقق مع شبيبة القبائل 7 انتصارات و5 تعادلات و7 هزائم، حصد 28 نقطة من أصل 57 نقطة ممكنة. هذا رقم ضعيف جدا لفريق بحجم شبيبة القبائل، لكن المشكلة لم تكن في الأرقام وفقط، بل في الأداء داخل الملعب أيضا، حيث لاحظنا غياب هوية واضحة للفريق وتذبذب في النتائج وفقدان الثقة بين اللاعبين وبين الأنصار. يمكن القول أنه موسم كارثي بكل معنى الكلمة، إقصاء من دوري أبطال إفريقيا وخروج مبكر من كأسية الجزائر وتراجع مخيف في الدوري الجزائري، واليوم الفريق في المركز التاسع، بعيدا كل البعد عن اللقب وبعيدا عن البوديوم وحتى عن طموحات جماهيره. لكن السؤال الحقيقي، هل زيمباور هو السبب الوحيد أم أن هناك مشاكل أكبر داخل فريق شبيبة القبائل؟ لأن الكثير من المتتابعين والعالمين بشؤون الكرة الجزائرية يلاحظون أن الأزمة أعمق من مدرب. ضغط جماهيري رهيب عاشه الفريق، وغياب الاستقرار، ومستوى لاعبين غير ثابت، ومشاكل في التسيير عاشها نادي شبيبة القبائل. مجمل هذه الملاحظات تقودنا إلى القول أن المشكلة جماعية وليست فردية. وحسب بعض المصادر فإن قرار إقالة المدرب جوزيف زيمباور جاء مباشرة بعد نهاية مباراة شبيبة الثورة والانهزام بنتيجة هدف مقابل 0. صحيح أن القرار كان عاجلا وحاسما، لكنه يلخص أشياء أخرى. فالوضع كان متوترا بين إدارة عادل بودجا الرئيس والمدرب جوزيف زيمباور، حيث أن الإدارة فقدت الثقة تماما بسبب النتائج السلبية المتراكمة. بعد الإقالة مباشرة خرج زيمباور برسالة مؤثرة، شكر اللاعبين وشكر الجماهير، وأكد أنه عاش لحظات لا تنسى مع فريق شبيبة القبائل. كما قال أنه يغادر فريق شبيبة القبائل باحترام وفخر، وهذا يدل على أن العلاقة انتهت بهدوء، لكن النتائج كانت أقوى من كل شيء. والآن نصل للنقطة الأهم والتي يتطلع إليها جمهور شبيبة القبائل. من هو المدرب القادم للشبيبة؟ الإدارة اليوم أمام اختبار حقيقي، لأن الفريق يحتاج إلى مدرب ذو شخصية قوية يفرض رأيه فوق أرضية الميدان، ومدرب يعرف الدوري الجزائري، لأن الفريق مقبل على نهاية الموسم. مدرب يعيد الثقة بسرعة للفريق وبين جماهيره وللاعبين. رغم كل هذه الظروف التي تمر بها شبيبة القبائل، الشبيبة ما زالت عندها فرصة، لأن الفريق يملك مباريات مؤجلة ويمكنه العودة في الترتيب. لكن هناك شرط، وهي اختيار كما قلنا مدرب مناسب من أجل تصحيح المسار وتصحيح الأخطاء وبسرعة واستعادة الروح داخل الفريق. صحيح أن جماهير الكناريا اليوم غاضبة وبقوة، وتطالب بتغييرات جذرية وعودة قوية وإنقاذ الموسم، لأن نادي شبيبة القبائل وجماهيره لا يقبل إلا بالألقاب. كانت هذه مجمل أخبار شبيبة القبائل اليوم. إقالة زيمباور قد تكون بداية الحل أو بداية أزمة جديدة داخل بيت الكناري. جمهور شبيبة القبائل، هل الإقالة كانت قرار صحيح؟ ومن هو المدرب المناسب لشبيبة القبائل؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد شبيبة القبائل وأخبار الدوري الجزائري.